السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتنا هواية وفن وابتكار ومباراة كرة القدم، والأهلي بطل القرن وبطل أفريقيا وحكايته مع كأس العالم. الأهلي فرح الكبير وفرح الصغير، وشايفين الفرحة على إمح الدولي. مش عارف يعمل إيه يا جماعة، يضحك شوية ويبكي شوية ويحفل شوية. ده إمح يا جماعة. الأهلي كان بكامل نجومه، وراه جماهير قلبها زي الحديد بتشجع وما همهاش حد. وطبعا شايفين عم عدنان قال أنا هعتزل التعليق الرياضي لو الأهلي فاز على الاتحاد. اعتزل يا عم. والهضيبي بيصرح الاتحاد السعودي اللي كان جمهوره يقف معاه دايما مشي من نص الشوط تاني. اما وليد الفراج فشويه يضحك وشويه يبكي وشويه يزعل وشويه يتريق، مش عارف يعمل ايه الراجل، لانه كان متوقع طبعا هزيمه ساحقه للاتحاد، ان الاتحاد هيفوز على الاهلي لا محاله. لكن الاهلي اثبت العكس يا جماعه. الراجل ده طبعا مش عارف يشجع مين ولا مين، قلب هنا وقلب هنا وجنسيه هنا وجنسيه هنا. اما الكابتن رضا عبد العال فحكايته حكايه، بيقول لك الاهلي عايز رايح يعمل عمره ويرجع، وبعد المباراة قال لك إن الأهلي غير مفاهيم الكورة. أهي العمرة قلبت حجة يا عم رضا. إيه رأيك بقى في الأهلي؟ الراجل ده بيقول إن الأهلي هيندفن هنا. هيندفن مين؟ هو الأهلي كان شايف حد في الملعب؟ يا عم روح يا عم. دي فرحتهم قبل المباراة، وده شكلهم بعد المباراة. الصراحة يعني حاجة تكسف، حاجة تكسف يا نمور، وخصوصا في حضرة الإمبراطور بنزيما وعملاق الكرة البرازيلية وغيره وغيره وغيره. ولكن أثبت الأهلي إن المال ما بينفعش في الأوقات الصعبة، وإن العزيمة أقوى من كل شيء، وإن العزيمة بتقهر الرجال وتبكي الرجال وتبكي الجماهير. النسر اتحبس في القفص يا جماعة، والأهلي سيطر على بداية بطولة العالم للأندية. والفرحة الأكبر كانت هدف إمام عاشور اللي أثبت إنه عالمي، والشناوي اللي أنقذ مرماه من هدف بنزيما في ضربة الجزاء. الأهلي رجالة والشحات نجم. الأهلي دايما بيولع شطة، بيكيد ناس وبيسبب شلل لناس وبيتعب ناس وبيمنع ناس إنها تحفل. مودست انطرد، بس الصراحة احسن شيء عجبني في المباراه طرده، لان هنضمن انه ما يلعبش المباراه القادمه. وعموما الاهلي لا يقف على مودست او غيره. يبقى امامنا يوم 17 الفريق البرازيلي، وبعد كده هنشوف النهائي ان شاء الله، وان شاء الله هنفوز وهنلعب في النهائي وهنعمل سبق رياضي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم بدر عشري، هوايه وفن وابتكار.